طيب يا دكتور، انا عندي نهجان. ايه الفحوصات اللي انا المفروض اعملها؟ بسم الله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله. زي حضراتكم، انا دكتور احمد الشربيني، اخصائي امراض القلب. احد متابعينا الكرام بيسأل وبيستفسر عن اسباب النهجان، والحقيقة السؤال ده يمكن اجابته مش صعبة، لكن اجابته طويلة جدا. علشان نتكلم عن اسباب النهجان كده بالتفصيل، لازم نعرف انه ايه هي اسباب النهجان. طيب، رقم واحد الامراض الصدرية، الحساسية الصدرية، التهابات الشعب الهوائية، السدة الرئوية. كل الأمراض الصدرية المزمنة دي طبعا بتسبب نهجان. معظم أمراض القلب بتسبب نهجان، بداية من ضعف عضلة القلب بأنواعه، خلل صمامات القلب سواء كان ضيق أو ارتجاع، ضيق الشرايين التاجية حتى في بعض الأوقات بيعمل نهجان. الأسباب اللي بتزود سرعة ضربات القلب بتعمل نهجان. طيب، غير أمراض الصدر وأمراض القلب، طبعا الأنيميا بتعمل نهجان. حاجات تانية بتعمل نهجان بصورة غير مباشرة، يعني في أمراض معينة بتؤدي إلى حاجة تؤدي لنهجان. على سبيل المثال، خلل وظائف الغدة الدرقية ممكن يزود ضربات القلب فيعمل نهجان. أي مرض بيؤدي إلى زيادة حموضة الدم بيعمل نوع من أنواع سرعة التنفس والنهجان. فعلشان كده أسباب النهجان كتير. طيب يا دكتور، أنا عندي نهجان، إيه الفحوصات اللي أنا المفروض أعملها؟ علشان نطلب لحضرتك الفحوصات اللي نقدر نشخص بيها سبب النهجان كده بالبق كده، بتبقى فحوصات كتير جدا. بدايه من ان انا هقول لك طب اعمل لي بقى رسم قلب، اشعه ايكو على القلب، اشعه عاديه على الصدر، صوره دم كامله، وبالمره اعمل لي وظائف غده درقيه، واعمل لي بقى سكر تراكمي كده وسكر عشوائي نطمن، ونشوف بالمره كده وظائف الكلى اخبارها ايه. كلام مش منطقي طبعا. وبعد ما نكتشف انه حاجه من دول بس هي اللي مش مظبوطه، فنبتدي ندور على بقيه اسبابها. يا دكتور احمد، انا عندي نهجان، اعمل ايه؟ نيجي بقى للكلام المنطقي. طبعا الناس اللي عارفاني ومتابعه معايا بانتظام عارفين ان انا لا بطلب فحوصات ولا بكتب علاج بدون مناظره المريض. فاول حاجه نعملها هي الفحص الطبي الشامل والدقيق. ايوه، اروح لمين؟ يعني انت دلوقتي قلت لي على كذا تخصص ممكن يسببوا النهجان، اروح لمين؟ نقول بقى، لو حضرتك عندك مرض مزمن وابتدى يظهر نهجان، يبقى حضرتك تروح للطبيب اللي حضرتك متابع معاه بصوره دوريه. يعني لو حضرتك عندك مرض صدري مزمن، يبقى الاولى ان انت تراجع دكتور الصدر. لو عندك مرض مزمن في القلب، يبقى حضرتك اولى انك تتابع مريض القلب، وهكذا. حضرتك عندك انيميا واحنا عارفين سببها، لو نزيف من الجهاز الهضمي او كده، بتروح لدكتور الجهاز الهضمي او بتروح لدكتور البطن. لو حضرتك ما بتعانيش من حاجه مزمنه من الحاجات اللي بتسبب نهجان، وابتديت تلاحظ انه في نهجان وسرعه في التنفس او ضيق في التنفس مع المجهود ما كنتش معتاد عليه، يبقى حضرتك محتاج انك تراجع طبيب بطن، هو الاولى بيه انه يشخصك ويعالجك. ولو ما عالجكش يبقى على الاقل هيشخصك، ولو ما شخصكش يبقى هيوجهك للتخصص اللي يقدر يساعدك في التشخيص والعلاج. ادعوا لوالدي بالرحمه والمغفره، ادعوا لاهالينا في غزه بالصبر والثبات. دمتم بصحه وعافيه.